لقيت نفسي كده قاعدة بعد الفطار عايزة اكل حاجة مسكرة وهفتنى بقى ومش قادرة. طب تعملي ايه بقى يا بنتي أميرة؟ قمت بقى جبت كوباية شعرية وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه. بس بقولك ايه، هنعمل عظمة. حطي بقى لايك يلا واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل جديد. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي بسرعة ونوريني. واول حاجة كده نقول بسم الله. ومعايا بقى طاسة كده على البوتاجاز، حطيت كده معلقة زبدة كده قمر، ما حطيتش يعني مش مليانة، تمام كده. وهنزل عليها بقى بكوبايه الشعريه بتاعتنا ديت. طبعا كلنا عندنا شعريه في البيت، فمحدش يقول لي بقى ايه شعريه ومش شعريه. لا يا جماعه، دي الشعريه دي هنطلع منها عظمه دلوقتي، استنوا بس. ابدأي بقى قلبي كده في الشعريه بتاعتك، وافضلي بقى قلبي، ما تشيليش ايدك منها خالص، تمام كده، لحد ما تاخد بقى اللون ذهبي حلو كده. وبعدين نشوف هنعمل ايه. دي شعريه بلبن بس مش اي شعريه. شوفي بقى الاضافات اللي احنا هنحطها وهنعملها، وهتشوفي بقى دلوقتي ايه. هتقولي دي بقى ايه، شعرية ولا ام علي ولا ايه؟ صحابي بعتلهم الصورة قالوا لي، قعدوا بقى يخمنوا ام علي لا يا اميرة. طيب شعرية بلبن. طبعا انا سبتهم لحد ما يشوفوا الفيديو ويتفاجئوا بقى ان هي شعرية بلبن زي ما هم قالوا، بس مش ام علي ومش رز بلبن ولا اي حاجة. بص بقى اللون ده كده، خدت اللون الجميل ده. ابدأي بقى هجيب، هاتي بقى كوبايتين كده من المية. دي كوباية، اول كوباية كده معايا، بس سمي الله كده وانزلي بالراحة واحدة واحدة. وبعدين هنحط كوبايه كمان. واخر حاجه هحط نص كوبايه كده. يعني انا نزلت بالميه تدريجيا كده بس عشان انا مش عايزه ميه كتيره، يا دوبك تغلي غلوتين يبقى فيها قرشه كده. وبعدين هنزل بالحليب، لان انا لو حطيتي الحليب من الاول خالص بدل الميه، طبعا الشعريه فيها نشا فهتشرب الحليب بتاعنا كله. جبت هنا بقى كده نص كيلو من الحليب. والحمد لله كل الحاجة كانت متوفرة عندي في البيت. قعدت افكر كده، لقيت لبن في التلاجة، كان عندي كيس ما استعملتهوش، والشعرية طبعا في المطبخ. وامي بقى يا بنتي اميره يلا اعملي معايا. هنا بقى خدت ربع كوبايه كده من الحليب، خليتها على جنب. نزلت عليها بمعلقه كريم شانتيه خام. قلت بقى على التست، يعني بتعملي نفسك بتعملي الرز بلبن، بنضيف عليه ايه، كريم شانتيه، وبنضيف ساعات لبن بودرة، وبنضيف كمان قشطة. فلا دي اسهل بقى من الرز بلبن، بس برضه هندلعها وهحط لها كل الكلام الجميل ده. وهحط كمان 4 معالق كده من السكر. حطي السكر براحتك، انا ظبطت السكر بتاعي. وحطيت كمان رشتين كده من الفانيليا. مع لما الدنيا تطلب معاكي كده هفتان وتلاقي نفسك كده خلاص مش قادرة وهتاكلي حاجة مسكرة، لازم هتقومي تخترعي اي حاجة وتاكليها. ان شاء الله تسيبي حبة سكر المهم تاكلي اي حاجة مسكرة. اول ما غليت غلوتين كده، اجيب الاطباق الفويل بتاعت القمر ديت. وهبدا بقى اكون مسخنه الفرن من فوق. وهبدا بقى احط كده ايه الشعريه بتاعتي في الاطباق. وبعدين انت تقدري بقى بعد ما تسويها كده في اللبن تقدري تاكليها كده. يعني انا في الشتاء باكلها كده وبتبقى طعمها تحفه، وبحبها كده مليانه لبن. اهم حاجه بس تكون الفرنه بتاعتك شديده، علشان انا الصراحه الفرن عندي يعني على الله حكايتها كده، بتاخد وقت عقبال ما بتحمر الحاجه. فخلت الشعريه شربت اللبن بس كان طعمها تحفه الصراحه. بس كده هحطهم بقى كده. الكوبايه عملت معايا ال4 اطباق دولت، كانوا حلوين ما شاء الله. يعني اخر طبق كده اكلته النهارده، او كان في التلاجة، وكان برضو طعمها حلو جدا. بس كده ندلعيها بقى وحط لها شويه قشطه. دي قشطه اللبن اللي بنشيلها من على وش اللبن اللي بنعمل بيه الزبادي. قلت بقى يلا ندلع الشعريه بتاعتنا النهارده. هنحط لها كمان حبه قشطه كده على حبه فول سوداني وزبيب وجوز هندي كده. وايه عشان تاكليها كده وانت متمزجه يعني ايه. انا بحب كل الحاجات دي، يعني انا لو قدامي قشطه كده تلاقيني اعمل كده سندوتشات واقعد اكل. هنا حسيت بقى ان في اطباق كده ناقصها لبن شويه، رحت ايه واخده من الاطباق دي حاطه في الاطباق دي. بس كده. وهحط لهم بقى زي ما قلت لك شويه فول سوداني وزبيب وجوز هند، الخلطه اللي احنا كنا عاملينها دي بتاعه الحشوات. وهروح مدخلاهم الفرن بس تحت الشوايه ياخدوا لون. هي تعتبر كده استوت 3/4 سوا، يعني هي الشعريه ما تسويهاش قوي. وخلاص على كده، وانا كلها بألف هنا وشفا. حطيتها هنا في الصاج علشان تبقى سهله بالنسبه لي وانا بدخلها وانا بخرجها. وبعد ما طلعت من الفرن هي تحت فيها لبن. بصوا بقى تحفه، وشها كده احمر. عملت
يعني بقت زي الرز بلبن اللي في الفرن. انا مرضتش بقى ازود عليها اكتر من كده علشان زي ما بقولك الفرن عندي بعافية شوية، فهتخليها ايه تشرب اللبن كله، وانا حابة ان هي يبقى فيها لبن. يلا بقى ادوقها كده معاكو. شايفين الوش طبعا الطبقة اللي فوق ديت بسبب القشطة والسمنة طبعا اللي كانت فيها، فطعمها تحفة. انا خدت طبعا بعد الفيديو خدت الطبق ده وخلصت عليه. فيلا بقى حطي لايك وينوريني، والسلام عليكم ورحمة الله.